أوتينا أو أوذنا أو الموقع الأثري بأوذنا. فلوق اليوم لأحباء معناتها المواقع الأثرية. مشيت اليوم أنا والعائلة بما أنه أول أحد من أول الشهر هي تكون معناتها الزيارات من النوعية هذه تكون مجانية معناتها بلاش فلوس. المواقع الأثرية المتاحف تونس العاصمة وغيره. المهم اتجهنا نحو أوذنا مش بعيدة على داري. اليوم 4 ديسمبر وشفنا الكوليزي شفنا الكابيتول. انا نسمي فيه الكوليزي ما نعرفش شو اسمه بالضبط حسيلو كيما اللي موجود في قرطاج واللي في الجم قصر الجم. المهم اما الخصائص متاع الموقع الاثري هذا اللي هي تنجم تقول مدينة متكاملة. فيها نقولوا احنا المسرح وفيها المعبد الكابيتول اللي هو فيه تقريبا 2 ولا 3 فروع. وفيها معناتها هذوما الحمامات وفيها كيما القصورات هكايا زاده بجنبها. والفسيفساء اللي موجودة في البلاصة هذه تدل على النمط متاع العيش متاع الإنسان الروماني ولا نقولوا احنا اللي عايش في الوقت هذاك في البلاصة هذه معناتها ترمز الحجر اللي يبنيو بيه معناتها الرومان. من نوعية الحجر هذيا معناتها رملي بالأساس. وفيها معناتها نقيشة وفيها معناتها من القرن ال13 وغيره معناتها رموز ونقيشة بعض زاد النقاشات نقولوا احنا ذات شجون. هذه القنطرة كما تشوفوا هذه معناتها جديدة. قبل زرت أوذنا معناتها قداش من مرة ما ثميش نقولوا احنا البنية هذه اللي كما تشوفوا فيها هذيك جديدة وهذا معناتها كيف المجال ولا الطريقة ذي اللي عملوه يعني جديد أو كما ولات محفوظة أكثر. هذه المدارج اللي نحكي لكم عليها هذه المسرح الروماني بأوذنا. زاد كيف بعد الترميم ما كانش هكا معناتها هكا تحفز بالكدا ولا معناتها الحق من قبل عنده رونق وعنده كل شيء. لكن معناتها يعني نتيجة اسمهم الترميمات كانت هايلة ومازالت معناتها يعني مازالت ثم شوية أشغال نتصور فيه. هذه المسرح من لوطة وين ثم معناتها يعني يقولوا احنا كل بيوت حقيقة نوعية المعالم هذه معناتها فيها يعني تصميم وهندسة مميزة ومتشابهة في جلها معناتها أكثرية المعالم الرومانية خاصة المسارح من النوعية هذه متشابهة سواء في تونس سواء في غيره من البلدان اللي كانت تحت الإمبراطورية الرومانية خاصة في حوضي البحر الأبيض المتوسط. لهنا شوية معناتها ينقصها البلاصة هذه وغيره من الأماكن الأثرية يعني مزيد من اللافتات ومزيد من التعريف. صحيح ثم في نقولوا احنا كالبنية اللي شفناها معناتها تعريف المكان وكل شيء لكن ماذا بينا معناتها يعني بزيادة معناتها باش تحصل الفايدة خاطر ثم شكون ما يشوفش من الأول معناتها نقولوا احنا لافتات ويا حبذا لا يكون ثم شكون جيد باش معناتها يفهمنا هكا ويرضي هكا فضولنا على خاطر عنا برشا تساؤلات نحبوا نعرفوا معناتها مكان ذوك ماكلوحوش قبل كيفاش كانوا يخبيوهم كيما السيودة كيما غيره. ومكان نقولوا احنا السجون متاع يعني العباد اللي مهمش راضين عليهم في الوقت هذاك. ومكان زاد الفرسان وكيفاش المؤونة وبرشا حاجات معناتها نحبوا نستفسروا عليها وان شاء الله ما تتعاونوني في الكومنتات. انا الحق مانيش معناتها مطلعه بالعلم هذايا نتاع الاركيولوجي ولا اللي هو علم الاثر ولا ما نقولوا احنا ولا نقولوا الطبيعة ولا غيره ماذا بيا معناتها ينفعني وينفع غيره في الكومنتات اللي عنده معناتها توضيح معناتها المعلم هذا ولا غيره ماذا بيا هني معناتها صورت بالجهد اللي عطاه لي ربي وهذه معناتها راهي هواية الحق. كل مرة وقت اللي تتيسر معناتها الأمور نهز صغيرات ونمشيو هكا البلاصة معلم نقولوا احنا أثري ولا غيره معناتها ولا حتى نقولوا احنا طبيعة تكون فريدة من نوعها. باهي نرجعوا للمسرح هذايا معناتها الطابق السفلي بالكل
وين ثم يظهر لي هذاك نقولوا احنا مش العارين، يمكن السجن متاع السيودة. واللي على اليمين وعلى اليسار نتصور معناتها ما نعرفش، يمكن مكان متاع نقولوا احنا دواب والا سجون، ما نعرفش. قلت تنجموا تكتبوا لي هكا في الكومنتات. هذاك كالسقف هذاك كان قبل هكا المحلول، ثم جرياج معناتها قديم معناتها روماني هكا تحت الترميم، مع هكا المحافظة على الطابع الروماني في الحكاية. تشوفوا هكا القطعة المقطوعة ديما الفورم اكس هذيك ديما موجودة، هذيك تدل اللي هي معناتها على ترمز إلى الحضارة الرومانية، بخلاف لي زارك هذوكم اللي هما معناتها الأقواس هذوكم اللي ترمز نقولوا احنا للنصر في الحضارة الرومانية. كما يمشيو البلاد يعملوا قوس في مدخل كل بلاد يحتلوها، يبنيو هكا قوس يتسمى قوس النصر. لهنا هكا مازلت نقولوا احنا هكا اشغال ترميم واضحة، مازلت الاشغال معناتها يظهر لي معناتها في طور الترميم وغيره. باهي قلنا هذايا المدرج او المسرح المدرج الروماني. السعة متاعو معناتها 16,000 معناتها مقعد، معناتها ينجم يرفع 16,000 مقعد، معناتها يصلح باش يكون هكا للتظاهرات الثقافية وغيره. باش تعرفوا قداش كانت معناتها حافلة البلاصة هذه، وقداش كانت معناتها يعني عامرة. كانت مدينة كاملة ومتكاملة هوكا، معناتها البلان متاعها كيفاش بيانو كامل، معناتها مدينة معناتها تحيط بالمسرح. وهذوما الحمامات الرومانية. الحمامات الرومانية تحتوي على معناتها فسيفساء رائعة، وزيد معناتها تحكي على الحياة اليومية للإنسان معناتها اللي يسكن هكا في أوتينا ولا أوذنة معناتها. وخاصة هو ظهر فيه معناتها إنسان يتميز اللي هو صياد وفلاح، وخاصة كالصيد معناتها بأنواعه. الصيد معناتها البري، مش صيد معناتها بالطبيعة هي مش منطقة ساحلية معناتها، خاصة الإوز وغيره. تربية الماشية خاصة نشوفوا فك الماعز هذاك من الفوق كيفاش تربية الماعز، كيف معناتها شفنا يعني برشا معناتها حكايات في التصاور هذوما. نخليكم مع مقتطفات من الحكايات اللي في التصاور. بلي شفتوا هذا اللي يعزف على الناي؟ شفتوا اللي يعزف؟ والله عنا جاي عنا جاي لبستهم اخذ لبستهم كيفاش لبس لهنا ليش قضية مش مصور حوري ايش السادة السجارة شنو نوعية الزيتون ولا نخل ولا ما تلاحظش شي حاجة مثلا تو هذاك اللبس الفارس انا لابس صباط. به كملنا من الحمامات الرومانية، مشينا هذيا توا الكابيتول ولا معبد الكابيتول. معناتها هكا يعني فيه أشغال، كانت فيه أشغال تاع ترميم بجنبه الإدارة متاع الأوذنة متاع الموقع الأثري متاع أوذنة، لأن داع المكان كما تريد أن تراها. عجبتني برشا، قلت نصورها، عجبتني ياسر. المهم نحافظوا معناتها على الطبيعة وعلى المواقع الأثرية باش تقعد معناتها للأجيال القادمة. وتزيد خاطر هي راهو مازال فيها، نتصور مازال فيها ما تلقى، ما مازالت ياما مخبي تحتك التراب هذاك الكل، ومدن وآثار أخرى. يعني شيء كبير شيء كبير شيء كبير، حضارة كبرى. تقول انت اش رفعهم هالحاجات هذوما الكل؟ صحيح يظهر لي معناتها خاصة العرس هذوك اللي تشوفيهم معناتها هي اوتينات تشبه نقولوا احنا الاسم شبه الاثينا. والمعبد الكابيتول هذايا زاد يمكن، وبالطبيعة مانيش مطلعة بالتاريخ ولا غيره، معناتها ما نجم نكون كان هاوية في الميدان ونحب الاكتشافات معناتها عشا من عرف قدره. أما قلت يمكن يكون امتداد للحضارة نقولوا احنا الإغريقية، ولو انه يظهر المعلم هذايا يعني تخدم بعد الميلاد معناتها السنة الثانية للميلاد. باهي لهنا كما تشوفوا الفيو بانورامية معناتها تطل على يعني المنطقة كلها. نتصور قبل معناتها كانوا لهنا هذه مركز إشعاع، بما انه معناتها معبد
ما ينجم يكون كان في بلاصة هكا استراتيجيك. لهنا الحقول والله أعلم ينجم يكون حتى الحقول هذيك تحتها آثار مازلتنا ما نعرفوش. الحكاية هذه ظهر فيها تتكلف برشا برشا، نخليوها زادة للأجيال القادمة إن شاء الله. مازالت الاكتشافات والمفاجآت. تشوفوا لهنا أنا حبيتكم تاخذوا معايا الصورة هذه كاملة. شوفوا الشعاع متاع الشمس، وهي الشمس قاعدة تغرب هكا رويدا رويدا، وقاعدة نتخيل معناتها في الأمور كيفاش. هذايا معبد الكابيتول، هو في الحقيقة من 3 طوابق. يعني هذا اللي قاعد فيه، لكن نشوفوا كيفاش معناتها ليه هيبة كبيرة. ثم زادة قاعة متاع المعبد الرئيسية هذيك مسكرة، ويحيط بها معناتها القاعات هذوما اللي تشوفوا فيها. وثم هكا زادة يعني كل مجاز كما نقولوا احنا وسطية كيف كيف تخش عليها البيلات متاع القصور. والله أعلم هنا تنقص الإفادة. حبيت تكون معناتها أكثر ديتاي، ولا يمكن احنا ما شفناش بالكدا الحق. لأن المعبد متاع الكابيتول من بعيد، هذيك المسرح الروماني من بعيد، الحمامات يعني الرومانية زادة كيف كيف. المنطقة كل هذه متى وقت غروب الشمس بالضبط. كهو دقت الطبول للعودة إلى المنزل، على خاطر هنا بعد تمشي تظلام ياسر وما عادش كهو. قريب يطاردونا حشموا منا. قعدنا ياسر، قعدنا نتأملوا برشا معناتها واحنا هابطين. كان المنظر متاع جميل هذايا متاع القمرة في السماء كيف كيف، مع يعني الأذان اللي جاي من بعيد، معناتها صوت جميل جميل ياسر. لأنا حبيت هكا نخطف يعني صورة كل ما نلقى هكية معناتها لافتات نصورها، باش من بعد هكا نقعد يعني نعاود باش نفهم الحكاية من أصولها إشنية. المهم اليوم مشينا الأوذنة، تعلمنا اللي ثم مسرح، ثم قصور دايرين، معناتها كانت ثم مدينة دايرة معناتها بالمسرح. أبارامون معناتها كانوا ناس غنية ولبس عليهم معناتها، وتعتمد معناتها العيش متاعهم على الفلاحة وعلى الصيد البري. كيف كيف ثمك الحمامات وثم الفسيفساء، وكانوا ناس فنانين، وثم معبد هذاك بالطبيعة كل ما ثم مدينة ثم معبد. ان شاء الله تكون زيارتنا اليوم والفلوج متاعنا من قناة بنت بوها تكون عجبتكم. ان شاء الله يكون الكونسيبت متاع قناتي عجبكم، وماذا بيا معناتها تشاركوني هكا في الكومنتات بشوية تعليقات معناتها اللي تحصل الفايدة، حتى كي تكون فيها معناتها نقد بناء، أو معناتها إذا كان معلومة معناتها باش تفيدوني بها الموقع هذا ولا غيره. إذا كانت تحبوا معناتها مواقع أخرى معناتها نمشي لها زاد ماذا بيا. وإلى اللقاء، دمتم في رعاية الله.